السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الفانيش البودر بمكونات سهلة وبسيطة موجودة ان شاء الله في البيت. نبدأ ان شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناة يسعدني اشتراكك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة هنعملها دي تقريبا كده هو 100 جرام من فتافيت الصابون، يعني براوي الصابون اللي بتفضل عندك. حتى شفتي الوان يعني كده هو اخضر واحمر ولبني والوان كده هو براوي صابون بخليها بنشفها وبعد كده بشرتها وهستخدمها في الوصفه دي. قلنا 100 جرام تقريبا من الصابون، صابون البشره العادي مبشورين، وهنحط لهم ميه سخنه بتغلي عشان يدوبوا بسرعه. طبعا مع التقليب ان شاء الله هيدوبوا بسرعه مش هيتاخروا. قلبي قلبي لغايه لما توصلي لانك تدوبي كل فتافيت بتاعه الصابون. كده وصلنا للي احنا عايزينه. هنحط بقى عليه حبه مكونات بسيطه. هي دي تقريبا كده دول 6 معالق من انا بستخدم اوكسي. انت حطي اي مسحوق بتحطيه او بتستعمليه يعني، بس يكون جودته كويسه. ده كيس اوكسي صغير او 5-6 معالق من الاوكسي انا حطيتهم، وزي ما قلت لك حطي المسحوق اللي يعجبك. هنقلب طبعا كل ده والميه سخنه، شايفين الميه عشان يدوب الحاجه مع بعضها. دي زهره بيضه، هنحط معلقتين من الزهره البيضه على المكونات دي، هم كانوا اخر حبه حطيتهم. وطبعا كل مكون هتحطيه هتقلبي كويس. هنحط معلقه الا ربع كده او نص معلقه حلوه محترمه من ملح الليمون، ودي معلقه سكر، وهنقلب كويس. طبعا ندوب الحاجات اللي احنا حطيناها. ده جميل قوي، غير لما جربته كان تحفه بصراحه، تحفه جميل قوي 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 في الغسيل. ان شاء الله هستمر بيه على طول. ده كده ربع كوبايه، ربع ازازه من الاكسجين بتاع الجروح، يباع في الصيدليات. ده تركيز 30. لو تركيز اقل من كده انت عدلي الموضوع وزودي شويه. هنحط بقى المكون الاساسي اللي هو الكلور الخام. ما تجيبيش كلور اللي هو اي كلام، لازم يكون كلور خام. مش متاكده ان هو كلور خام، ممكن تجيبي الكلور المعبأ في الازايز ده بتاع الشركات، هو هينفع معاكي. او تجيبي تقولي لصاحب صاحب المكان اللي بتشتري منه عايزه كلور خام. بصي بدأ يعمل رغاوي شويه كده، وهتلاقيه الرغاوي بتاعته اتكتلت اكتر. هو ده اللي بعد كده هينشف ويبقى الفانيش البودر. شفتيه حتى فار ازاي في الطبق وعلى كده اهوت. كل ما هتسيبيه وهتقلبيه كل ما هيتقل. بصي حتى بدأ يعني، بصي بدأ يبين يعني حاجة كده. كده هنجيب حاجات عشان نعبق فيها، هنعبي فيها حاجات. بصي عمل ازاي. بصي كل مدى كل ما بصي عمل ازاي كل مدى كل ما بيدخل. هو ده اللي هيبقى الصابون البودر. هنجيب كده اطباق اي حاجة بقى حطي فيها مش مشكلة. وده المفروض يقعد شهر. بس انا اخدت وصفه. عموما الوصفه دي مش بتاعتي يعني، كمان الوصفه دي مش بتاعتي، انا شفتها صاحبه الوصفه قعدت المكونات شهر، انا مش هقعدها شهر. هوريكم دلوقتي انا عملت ايه. كده هتحطيهم في حاجات، في علب كده اهوت، وتسيبيهم في حته هاويه يعني كده. انا سبتهم في السفره، على السفره بره في الهوا.
هو البلكونه بقى كان مظبطهم معايا. هنعبي الاطباق كده كويس. كده عبيناهم وهنسيبهم بقى على السفرة. يعني صاحبة الوصفة قالت شهر. بصوا ده كده، ده بعد يومين بالظبط. بعد من يومين بالظبط الفوم مسك في بعضه وبقى فيه من تحت ميه. انا مش هستنى الشهر لغايه لما الميه دي تنشف، لا انا ممكن اخد الميه استفيد بيها بحاجه تانية. بص الميه اللي نزلت منها من اي كل واحده. ادي العلبه التانية. بص الفوم يتمسك كده، هو اتمسك في بعضه. والميه اللي تحت نصفيها، بدل ما استنى مده شهر عشان خاطر الميه تنشف، لا ليه انا اشيل الميه واستفاد منها. استفدت منها وقعد كوب الميه دي. الميه دي صابون، يعني كلها رغاوي وكلور يعني حاجه حلوه. هتحطيها في الغساله مع الغسيل، حطيها في الغساله، حطيها اغسلي بيها، حطيها في البخاخ، اغسلي بيها البوتاجاز، اغسلي بيها الشفاط، اغسلي بيها السيراميك. جميله جدا جدا. اوعك ترميها باي شكل من الاشكال. دي الميه دي جميله جدا. سيبها على جنب ونشوف الخلطة بتاعتنا اهي كده. الحاجات دي هنسيبها تاني، هنطلعها تاني على السفرة ونشوفها هتقعد قد ايه تاني وهقول لكم. هنا بقى بعد اسبوع بالظبط، يعني فوتنا اليومين الاولانيين، بعد اسبوع بعد اليومين الاولانيين. بصي عملت ازاي. يعني الوصفة كلها قعدت 9 ايام، نقولوا 10 بالكتير، مش شهر. الوصفة الحقيقية الأصلية كانت مقعدها شهر. هي لو قعدت اكتر تاني كان ممكن يعني بقت ناشفة اكتر، بس هي ناشفة كفاية يعني. انا فرفضتها كده وبعدين هنحطها في الكبة عشان يعني تبقى مفرفطة اكتر. كده جبت الكبة، هحطها في الكبة. وبعد كده استخدمتها عادي في الغسيل. كانت حاجة والله لو عملتيها والله ما هتسليها. كانت حاجة جميلة جدا. دي حاجة من بلاش، يعني صابون انت هترميه او هتعملي بيه اي حاجة، لا عملنا بيه مسحوق جميل جدا للغسالات. الغسالة العادية عشان ده رغوته حلوة جدا. انا استخدمته وعملت واشتغلت بيه في الغسالة. رغوته جميلة جدا، فانتي هتشتغلي بيه. آه، جربيه وشوفي، ويا ريت تردي عليا في التعليقات عمل معاكي. لو وصلتي بقى معايا لغاية كده وعجبك الفيديو يا ريت تعملي لي لايك واشتركي في القناة لو مش مشتركة. يسعدني اشتراكك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا بقى عامل ازاي. كده انا حطيته في العلبة، وبس بعد كده حطيته في الجردل بتاع المسحوق بتاعي العادي، واستخدمته عادي جدا في نفس الوقت يعني. كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي. يا ريت لو جربتيه وعجبك تقولي لي في التعليقات. وزي ما قلت الوصفه دي مش بتاعتي اصلا، بتاعت اخت جبتها برضو من على اليوتيوب. كده خلص الفيديو بتاعنا. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.